اللي صرف وانبسط احسن من اللي كنز ومات. في فرق كبير بين اللي بيحوش واللي بيكنز. اللي بيحوش بيشيل جزء من دخله عشان يجمع تمن حاجه يستفيد بيها في الاخر، يدفع قسط شقه يسكن فيها او عربيه يستخدمها. لكن اللي بيكنز هو اللي بيفضل يجمع في فلوس بس مش بيتبسط بيها. الفلوس اتخلقت عشان نصرفها مش عشان نكنزها ونتفرج عليها. كافئ نفسك على كل نجاح انت بتعمله حتى لو بسيط. اتعلم ازاي تبسط نفسك وتبسط الناس اللي بتحبهم. سافر، اتفسح، اخلق لحظات جميله مع حبايبك تفتكروها العمر كله. مش معنى كده انك تضيع فلوسك كلها، لكن ما تقعدش مثلا تشيل في سبائك وجنيهات دهب في بيتك عشان مستني سعره يزيد. طب وبعد ما يزيد انت في الاخر هتصرفه. انت بتحافظ على قيمه فلوسك بس مش بتستخدمها. او يا سيدي لو عايز تضرب عصفورين بحجر، تستثمر وتتبسط. هات شاليه مثلا تتفسح فيه انت واسرتك، اهو منها تتبسط وبرضه تحافظ على قيمه فلوسك. هات محل واجره واصرف من الايجار زي ما انت عايز. المهم تستثمر في سعادتك قبل اي حاجه. والاهم من كل ده انك زي ما بتسعد نفسك وحبايبك، جرب كده تساعد حد محتاج او مريض وشوف هتحس بسعاده قد ايه. وخليك فاكر ان الحياه بتتعاش مره واحده بس، ومحدش هياخد حاجه معاك. عشان كده